الموضوع اللي رح كون عم بحكي عنه اليوم يمكن يكون موضوع شوي غريب، بس هو كتير مهم. وأنا شخصياً كان لإلي كتير غريب. كنت دايماً أسمع المؤمنين حوالي عم يقولوا إنه سمعوا صوت الرب أو لازم تسمع صوت الرب. بس كنت دايماً أسأل أنا كيف بدي أسمع صوت الرب؟ يعني كيف معقول أسمع صوت الرب؟ فكنت أستغرب. بس بعدين فهمت إنه الرب يسوع هو نفسه بيقول خرافي تسمع صوتي وهي تعرفني. وخرافه قصده هون أتباعه، إنه بتسمع صوته وهي بتعرف صوته. بعدين فهمت إنه أنا لا أقدر أسمع صوت الرب، هو بقدر أسمعه بخلال أفكاري ومشاعري. وهيدا أكتر مكان لا أقدر أكون عم أسمع بأفكاري ومشاعري هو بمكان الخلوة، أو بمكان لما أنا أكون عم باخد وقت مع الرب، أو بمكان أنا وعم صلي. بس النقطة إنه أنا وعم صلي أنا عم بحكي مع الرب بدي أتوقع منه إنه يرجع يحكيني. ما في فوت لعنده وعم بحكي وما عم بنتظر أنا إنه هو رح يحكيني. فالمهم أول شيء إنه آمن إنه هو رح يحكيني. والشيء اللي أنا عمل تغيير كتير كبير بحياتي لصرت آمن إنه هو قادر يحكيني، لما فكرت إنه بما إنه هو خلق التم فهو أكيد عنده تم ليقدر يحكي معنا. وهون بلشت اختباراتي أنا مع الرب إنه أكون عم بقدر أسمع صوته بمشاعري وبأفكاري. هلا اليوم يمكن نوقع قدام مشكلة إنه طب كيف بقدر ميز أنا كلام الرب وأفكاره من كلامي وأفكاري أنا اللي أنا عندي إياهم؟ أول شيء اللي أنا اكتشفته إنه أكتر طريقة بقدر ميز هيدا الشيء هي الحكمة اللي موجودة بصوت الرب. وهي منا حكمة من عندي، يعني منا طريقة تفكيري أنا بفكرها. يعني إذا بدي أعطي إكزامبل، مثلا في مرة كنت رايح لعند الرب إنه أنا معصب من شخص وفايت على أساس أنا يا رب اعطيني قوة لأغفر له، ومش معقول كيف عمل معي هيك. فجأة بشوف الرب عم يحكيني بكل حكمة، عم يفرجيني إنه أنا اللي غلطت، وأنا اللي لازم أطلب الغفران، وأنا اللي لازم أطلب السماح من هيدا الشخص، يعني أنا الغلطان. فهون صرت أعرف ميز إنه هيدا هو صوت الرب لما يكون عم يحكيني بطريقة فيها حكمة، بأفكار مختلفة عن طريقة تفكيري، بأفكار بتشبه كلامه بالكتاب المقدس. فنصيحتي لكم اليوم بلشوا صدقوا إنه الرب بيحكي، وانتظروا دايما لما تفوتوا عم تحكوا معه قولوا له يا رب احكي لنا، ساعدني افهم، اعطيني حكمة، اعطيني وعي، اعطيني ذكاء كيف انا اتصرف واخد قرارات بهالامور بحياتي. ودايما رح الرب يحكي حسب كلامه. بس المهم انا اول شيء انه اكون عم بقرا كلامه لاقدر اعرف انه هذا هو صوت الرب وميزه.